مهما كان حبك للتنظيف والتوفير في نفس الوقت، ما تحاوليش ابدا ان انتي تفتحي ازازة ما بتتفتحش، اللي هي الازاز اللي بنرش بيها بس دي، علشان هتنفجر في وشك وبجد هتبقى كارثة. ويسعد صباحكم. وده اول روتين يوم كامل انا عملته معاكم هنا على القناة. ده اول روتين فعلا، ما عملتش روتينات زي كده ابدا. فخلينا نشوف بقى. يلا صباح الخير ويسعد صباحكم، يا رب اليوم كله يبقى خير وحيوية ونشاط، ويعدي بسلام علينا كلنا، على كل أفراد الأسرة. أول حاجة عملتها ان انا فتحت الشبابيك علشان الشمس تدخل، وابتديت ان انا اشحن طاقتي علشان خاطر كان ورايا حاجات كتير زي ما انتوا شايفين منظر البيت كده. امبارح اول مرة يجيلي احساس ان انا مش عايزة اعمل حاجة، خلاص انا عايزة بس استرخى واقعد كده قدام التي اسمع المسلسل بتاعي، اتدلع، اكل، اشرب، مش عايزة اعمل حاجة. اول مرة يجيلي احساس اللي هو مش عايزة ابص على اي حاجة، مش عايزة اشوف حاجة، اللي يحصل يحصل، بكرة هيتعمل، مفيش مشكلة خالص، اللي مش هيتعمل النهاردة هيتعمل بكرة. وجي عليا بكرة وكأني كنت فاكرة ان في حد تاني هينظف مكاني، وللأسف انا اللي لبست في النظافة. فقمت عملت أكل للعيال في الأول زي ما انتوا شايفين، ده فطار العيال وكده. دي أول مهمة صعبة بالنسبة لي أنا عملتها وخلصتها. المهم عندي ان العيال يكونوا واكلين كويس وأكل صحي وشبعانين، علشان اقدر اكمل كل اللي ورايا من غير ما عيل يزن ولا عيل يتعبني ولا عيل يقول لي يا ماما انا عايز اكل. ابتديت بقى وعملت الكارثة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، وهو الازازة اللي احنا بنرش بيها علشان ننظف الفرن. انا بقى ايه خدني الحماس، لا ازاي الازازة لسه فيها شوية بس مش بترش تاني خلاص، فانا مش كل ازازة هجيبها هرميها بعد اول استخدام وانا عارفة ومتأكدة ان هي لسه فيها شوية. فالشيطان قال لي يلا يا بنتي يا مادونا، افتحي بسرعة الازازة واللي فيها دول نظفي بقى بيهم البوتاجاز وكده يعني. وقلت يلا، ومش عارفة ازاي الفكرة الغبية دي سيطرت على دماغي وعملت كده فعلا، والازازة فرقعت في وشي زي ما انتوا شايفين. بس برضو عاندت وقلت انا عايزة اشوف يعني الموضوع هيوصل لحد فين. هي الاسياخ اللي هتبقى موجودة اللي هي الحوامل بتاعة البوتاجاز هتنضف وكل اللي عليها ده دهون وهتبقى شكلها كأنها جديد، ولا الموضوع هيروح لحد فين؟ يعني ده منظف فرن قوي يعني المفروض هينضف كويس. وحطيت مية سخنة وحطيت خل وكملت بقى باقي اللي ورايا عادي خالص. يعني حطيت بقى المواعين في الدشواشر وحاولت ألم الحاجات اللي ورايا الباقية كلها علشان خاطر أضيع في الوقت وأستنى عليها. وهي دي النتيجة بعد تقريبا ما سبتها ساعة. يعني شربت الكوفي، عملت سندوتش وحطيت المواعين في الدشواشر ورجعت لها. المية بيضة ما فيهاش اي حاجة، ما فيش اي حاجة حصلت فيها، والحوامل زي ما هي برضو ما فيش اي حاجة حصلت. بالعكس انا حسيت في ريحة مش كويسة طلعت، غير البهدلة اللي حصلت ليا اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. ما علينا، يعني تجربة وفشلت مش مشكلة، وأكيد أنا عمري ما هفكر إني أكررها تاني مهما كان حبي للتنظيف والتوفير. وبعدين رجعت عادي وكملت برضو المواعين عادي. المواعين اللي هي ما بتخلصش، هو أصعب حاجة عندي في اليوم كله هو المطبخ. يعني المطبخ والفطار والغدا والمواعين اللي ما بتخلصش طول اليوم. أنا بالنسبة لي مادام ما خلصت المطبخ أنا كده البيت كله عندي بقى نظيف، يعني مفيش أي مشكلة، بس المطبخ يخلص، المطبخ يتلم. احساس ان الحوض يبقى نظيف وصوت الدشوشر كده وهي شغالة، الله مزاج عالي يعني. كده يبقى خلاص بقى الباقي كله سهل، الباقي كلام فاضي. على رغم من اني اتبسطت امبارح اني اخدت كده الفترة المسائية بتاعت بالليل ما عملتش اي حاجة خالص وما نظفتش المطبخ عشان لما اصحى الصبح يبقى نظيف وابقى مرتاحة، وخدت راحتي على الاخر كأن كان في دادة جايالي الصبح. على رغم ان ده طلع جه على راسي انا في الاخر، انا اللي تعبت الصبح. حقيقي الواحدة لما بتسيب بيتها نظيف بالليل وتدخل تنام وتصحى الصبح بقى تلاقي منظر المطبخ نظيف ومفيش مواعين، مفيش حاجة وراكي، تشربي الكوفي براحتك، تقعدي كده
فترة استرخاء يعني. ده احساس جميل بصراحة، عمري ما هكرر الغلطة دي تاني. لكن anyway الحمد لله ان انا كان فيا صحة وقدرت اخلص كل اللي ورايا. نظفت المطبخ وكنست البيت ونظفت الرخامات وظبطت الدنيا كده. بس بجد انا عمري ما هفكر اني ادخل انام واسيب البيت بالمنظر ده تاني ابدا. يعتبر انا كده بقى خلصت تنظيف يعني، خلاص مادام المطبخ خلص فانا كده خلصت. الباقي بقى كله كلام سهل وعبيط، اللي هو كنس ومسح وبنرجع الحاجة في مكانها. خلاص كده الدنيا بقت فل وتمام بالنسبة لي. انتي كمان قومي اتحفزي، شوفي اللي وراكي، خلصي اللي وراكي بسرعة علشان تقعدي شوية كده في استرخاء ومبسوطة تسمعي الحاجة اللي انت بتحبيها. تبقي مبسوطة بتعبك يعني. كل التعب بيروح لمجرد ان انتي بتلاقي ان البيت حواليك نظيف، ان اولادك قاعدين في مكان نظيف، جوزك بيدخل بيتبسط بالنظافة وريحة البيت الحلو. فقومي كده انجزي كل اللي وراكي. بس قبل ما تقومي ما تنسيش تعملي لي السبسكرايب واللايك والشير علشان يوصلك مني كل جديد، وقولي لي انتي بتعملي ايه علشان تشجعي نفسك وتخلصي كل اللي وراكي. وقوليلي على اي روتين او اي هاك انت بتعمليها بتسهل عليكي النظافة. وكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي وخلصت النظافة بتاعتي. ويا رب يومك يكون سعيد واشوفك على خير يا رب يا رب في فيديو جديد. مع الف سلامة.